فيلم النهاردة بيتكلم عن ضابط شرطة بيعاني من الملل في شغله الروتيني والممل، وفجأة بتجيله مكالمة تبدو انها عادية ولكنه كان ذكي كفاية انه يفهم ان الشخص اللي بيكلمه في خطر حقيقي. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه جو واللي بيشتغل في قسم الطوارئ الخاص بالشرطة، وبيظهر ان في مدينة لوس انجلوس حريق هائل وده بيسبب خوف رهيب للناس. وفي الوقت ده بتيجي مكالمات كتير للطوارئ، وجو بيستقبل مكالمات كتيرة جدا وبيتعامل معاهم بهدوء، وده على عكس شخصيته العصبية والمتوترة. واثناء شغله بتجيله مكالمة على تليفونه الخاص، ولما بيرد عليها بتعرفه المتصلة انها صحفية وبتقوله انها عايزة تعمل معاه حوار صحفي وتفهم القضية من وجهة نظره. وقبل ما يرد عليها مديرته في الشغل بتزعقله وبتقول انه ما ينفعش يعمل مكالمات شخصية اثناء شغله، وبيضطر جو انه يقفل تليفونه. وبيستقبل بعدها جو مكالمة من واحد اتعرض للسرقة وبيديله بيانات الشخص اللي سرقه، وبيطلب منه يعمل بلاغ بمواصفات الحاجة اللي اتسرقت. فبيتصل جو بالشرطة الخاصة بالمسروقات، ولكن بيتفاجئ ان صديقه ميلر هو اللي بيرد عليه، وبيعرف منه انهم نقلوه لقسم الطوارئ النهارده، وبيسأله عملت ايه في المشكلة اللي كانت حصلت في الشغل. فبيقول له جو انه هيروح للمحكمة بكرة علشان القضية. وبنعرف ان جو قبل ما يشتغل في قسم الطوارئ كان شغال في الشرطة المدنية. وجو بيعرف زميله بالبلاغ اللي جاله وبيديله البيانات الخاصة بالراجل اللي اتعرض للسرقة ومواصفات الشخص اللي سرقه، وبيطلب منه يلاقيه في اسرع وقت، وده لان في مبلغ كبير مسروق وجهاز لابتوب. وبعدها جو بياخد استراحة من الشغل وبيكلم مراته جيس، وبيبعت لها رسالة صوتية انه عاوز يطمن على بنته، وبيطلب منها تتصل عليه لما تسمع رسالته، وعلى ما يبدو ان العلاقة بينهم مش كويسة. وفي الوقت ده جو بيقف يبص حواليه في مكان شغله، ومش بيكون سعيد في حياته ولا بشغله الجديد، وبيحس ان ده مش المكان اللي المفروض يكون فيه، وانه ما بقاش ضابط شرطة علشان يقعد يرد على مكالمات. وبعدها بيرجع لشغله، وفي الوقت ده بيجيله اتصال مجهول، وبيكون الاتصال من واحدة ست، وبيبان من صوتها انها خايفة ومن شدة الخوف مش قادرة تتكلم. وبيسألها جو عن اسمها فبتجاوب بصوت متردد، وبيبان على صوتها انها خايفة ان حد يسمعها، وبنعرف ان اسمها ايميلي. وبتقول له ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ فبيظن جو انها سكرانة وانها اتصلت بالطوارئ بالغلط، وبيقرر يقفل الخط، لكنه بيتصدم لما بيسمعها بتقول ما تخافيش يا بنتي انا شوية وهرجع للبيت، خدي بالك من نفسك. فبيشك ان الست دي ممكن تكون في خطر وفي حد مهددها ومش عارفة تتكلم، وبيقول لها اذا كانت مخطوفة وفي حد مهددها تجاوب بآه او لا. فبتقول له ايوه، وبيفهم كده انها مخطوفة والشخص اللي خاطفها بيهددها بالسلاح وممكن يقتلها. فبيطلب منها جو انها تفضل في المكالمة اطول وقت ممكن، وتمثل انها بتتكلم مع بنتها علشان يقدروا يحددوا مكانها. وبيقدر جو من خلال اجابتها يعرف انها مخطوفة في عربية وبتتحرك على الطريق السريع بره المدينة. وبيبدأ الشخص اللي خاطفها يطلب منها التليفون، فبيقول لها جو تعرف الشخص اللي معاها ان بنتها بتعيط ومحتاجة تفضل معاها علشان تهديها. وبيتواصل جو مع شرطة المرور وبيديلهم مواصفات العربية، وبيحاول يخليها تطول المكالمة وقت اطول، ولكن ما بتقدرش وبيتقطع الاتصال بينهم. وبيتوتر جو ما بيكونش عارف يوصل لإيميلي مرة تانية، وبيتصل جو بالدورية اللي رايحة تدور على مواصفات العربية، وبيفضل معاهم على الخط لغاية ما بيوصلوا العربية بنفس المواصفات. ولكن جو بيتضايق لما الشرطة بتفتش العربية ومش بيلاقوا اي اثر لإيميلي، وجو بيتخانق معاهم بالكلام لما بيعرف انهم هيوقفوا البحث عن إيميلي، وده لانهم ما عندهمش المعلومات الكافية علشان يقدروا يلاقوا العربية. فبيزعق لهم جو وبيطلب منهم يقفلوا الطريق ويدوروا على عربية تانية بنفس المواصفات، وده لان المجرم لو خرج بره المدينة مش هيقدروا يوصلوا لها بسهولة. فبيقول للشرطي انه لازم يجيب لهم رقم العربية، ولو ما جابش رقم العربية مش هيقدروا يوصلوا لها، وبيقفل المكالمة معاه. ولما جو بيدخل الرقم اللي إيميلي كلمته منه على السيستم بيلاقي كل بياناتها ظهرت قدامه، ومن هنا بيقدر يحدد رقم تليفون البيت بتاعها، وبيتصل على الرقم ده، ولكنه بيتفاجئ لما بترد عليه طفلة اسمها آبي، فبتقول له انها لوحدها في البيت هي واخوها الرضيع. فبيطمنها جو وبيسألها عن اسم والدتها علشان يتأكد ان ده بيتها فعلا. فبتعرفه آبي ان اسم امها إيميلي، وانها مشيت هي وباباها وسابوها لوحدهم في البيت. فبيحاول جو ان يفهم منها اكتر، وبيسألها اذا كان باباها معاه عربية لونها ابيض، فبتأكد له آبي ان العربية فعلا لونها ابيض. وبيسألها جو عن اسم ابوها، وآبي بتقول له ان ابوها اسمه هنري. وهنا جو بيسمعها بتدوس على زراير تليفون تاني غير اللي هي بتتكلم منه. ولما بيسألها عن الشخص اللي هي بتتصل بيه فبتقول له انها هترن على والدها علشان يرجع ياخدها هي واخوها. فبيطلب منها جو انها تقول له
له على رقم ابوها، وبيقدر انه يوصل لرقم الراجل اللي خاطف ايميلي. ومجرد ما بيدخل رقم تليفون هنري على السيستم بتظهر كل البيانات بتاعته قدامه، وهنا بس بيقدر يعرف رقم العربية بتاعته. وبيطمن ابي انه كلم والدتها وهيخليها ترجع لهم تاني في اقرب وقت، وبيكرر معاها رقم الطوارئ اكتر من مرة علشان تحفظه، وبيطلب منها تتصل عليه لو والدتها كلمته مرة تانية، وبيقفل الخط معاها. وبيتصل بعدها بالدورية اللي على الحدود وبيقول لهم رقم العربية بتاعت هنري، وبيحاول يفهمهم خطورة الموقف وان هنري معاه سلاح وايميلي في خطر، وانهم محتاجين خطة علشان يقبضوا عليها. ولكن محدش بيهتم بكلامه، وبيقولوا له يهتم بشغله وما يتدخلش في شغلهم، وبيقفلوا الخط في وشه. فبيفكر جو في طريقة تخليه يقدر يستقبل مكالمات الطوارئ بعد ما يخلص شغله، وبيسأل زميله اذا كان يقدر يفتح السيستم الخاص بالطوارئ من الحساب الشخصي بتاعه، وكمان يقدر انه يستقبل نفس المكالمات. فبيعرفوا زميله ان المكالمات بتوصل على الحساب بتاعه حتى لو فتحوا من اي كمبيوتر تاني. فبيدخل جو المكان تاني علشان يبقى لوحده وبعيد عن الناس، وبيفتح جو حسابه الشخصي على السيستم، وبيتصل باسم الشرطة وبيكلم صديقه ميلر اللي كلمه في اول الفيلم، وبيطلب منه يبعت الشرطة لبيت ايميلي، وده لان في طفلين في الشقة لوحدهم وفي خطر عليهم. وبيطلب منه يبعت مجموعة تانية من الشرطة تفتش بيت الاب، يمكن يلاقوا دليل يقدروا يوصلوا بيه لمكان ايميلي. وبيعرفوا ان والدهم واللي يعتبر في نفس الوقت طليق والدتهم ايميلي خاطفها، والشرطة لسه بتدور عليهم. فبيوافق ميلر يساعده، وبيبعت الشرطة لبيت الام علشان يهتموا بالاطفال، ولكنه ما بيقدرش يبعت الشرطة لبيت هنري لان لازم يكون معاهم اذن تفتيش. فبيتعصب عليه جو وبيعرفه ان الام في خطر ولازم يتحركوا بسرعة. فبيهديه ميلر وبيقول انه هيقدر يطمن على الاطفال، ولكن اقتحام بيت الاب مش من صلاحيات شغله، وان ممكن تحصل له مشاكل، وبينصحه انه يركز في شغله وما يتدخلش في شغل الشرطة. وجو بيظهر عليه التعب وما بيقدرش يتنفس، وبيظهر ان عنده مشاكل في التنفس وبيستخدم بخاخة. وصاحبه بيهديه وبيسأله اذا كان متوتر بسبب قضية بكرة، وبيطمنه ان القضية هتخلص على خير، وانه هيرجع يشتغل في اسم الشرطة مرة تانية ويسيب قسم الاتصالات بتاع الطوارئ. وبيقول له يهتم اكتر بمراته وبنته، وبيقفل معاه. وبعدها بيتصل جو بمراته جيس، والمرة دي بترد عليه، وبيطلب منها جو انه يطمن على بنتهم. وجيس بتتخانق معاه وبتقول له انهم منفصلين من 6 شهور، وبتقول له يبطل يكلمها في وقت متأخر او يحاول يتكلم مع بنته كل يوم، وانهم اتفقوا على اوقات محددة ممكن يكلم بنته فيها. وبيحاول جو يقنعها انهم يرجعوا لبعض تاني، ولكن جيس مش بتديله فرصة وبتكمل كلامها، وبتقول له انه اناني وبيهتم بمصلحته ومش بيفكر غير في نفسه، ومش بيهتم بمصلحة بنته ولا بمصلحة اللي حواليه. فبيتكلم جو بصعوبة وبيقول لها انه فقد الاحساس بالوقت، وعشان كده ما بقاش يقدر الوقت المناسب اللي هيتكلم فيه مع بنته. وبيعرفها انه مش قادر ينام في الفندق وحالته كل يوم بتسوء اكتر. فبتقول له جيس انه يحاول يهتم بنفسه اكتر من كده علشان يقدر يتواصل مع بنته. وبيسألها جو اذا كانت هتحضر معاه بكرة في المحكمة علشان القضية بتاعته، وبتتجاهل جيس سؤاله وبتقول له انها هتنام وبتقفل المكالمة. وهنا بيشوف رقم هنري اللي قالت له عليه الطفلة ابي بيتصل بيه من رقمه الشخصي. فبيرد عليه جو وبيعرفه انه ضابط شرطة، وان اولاده في البيت لوحدهم ووالدتهم مختفية. وبيسأله اذا كان يعرف مكان طليقته، ولكن قبل ما يرد عليه بيسمع صوت ايميلي وهي بتعيط. وهنري بيرد عليه ببرود وبيقول له انه منفصل عنها وما يعرفش مكانها. فبيجري جو في الكلام وبيطلب منه انه يروح لاولاده، وده لانهم صغيرين وخطر عليهم انهم يقعدوا لوحدهم. فبيعرفوا هنري انه مشغول ومش هيقدر يروح لهم، وده بيعصب جو وبيقول انه عارف انه هو اللي خطف ايميلي، وبيهدده انه لو ما رجعهاش لاولادها هيرجعه للسجن مرة تانية، وانه عارف انه كان مسجون بتهمة السرقة وخرج من السجن قريب. فبيقفل هنري المكالمة، ولما جو بيتصل بيه مرة تانية بيلاقيه قفل تليفونه. فبيتعصب جو اكتر وبيتصل بزميله ريك اللي كان شغال معاه قبل كده، وبيطلب منه يروح لعنوان هنري، وبيقول له انه هيفهمه كل حاجة لما يوصل هناك. ولكنه بيلاحظ ان ريك مش مركز معاه ومش عارف يتكلم. وبيسأله جو اذا كان سكران، ولما بيسكت ومش بيرد بيتأكد انه فعلا سكران. وبيعرفه انه الشاهد الوحيد في القضية بتاعته بكرة، وان القاضي مش هياخد بشهادته لو راح للمحكمة وهو سكران. فبيعتذر له ريك وبيقول له انه شرب من شدة الخوف والتوتر، وانه خايف ما يقدرش يتكلم بكرة في المحكمة بشكل كويس. فبيطمنه جو وبيقول له انه واثق فيه، وبيأكد عليه انه يوصل للعنوان اللي قال له عليه، ولما يوصل هناك يعرفه. وفي الوقت ده بتدخل عليه المديرة وبتقول ان جاله اتصال من طفلة اسمها ابي. فبتواصل جو مع ابي، وبتكون الشرطة وصلت لهم علشان يطمنوا عليهم. وجو بيطلب من ابي تدي التليفون للشرطي اللي موجود معاها، وبيكلموا جو وبيسألوا اذا كانت ابي واخوها كويسين. والشرطي بيعرفوا ان ابي هدومها وايديها مليانين دم. فبيطلب منه جو انه يدور في البيت كويس. فبيدور الشرطي في البيت وبيقول له ان البيت اغلبه متكسر. وبيدخل لأوضة النوم وبيلاقي بقع دم على الارض.
ولما الشرطي بيوصل للطفل بيتخض وبيطلب من زميلته اللي معاه تطلب الاسعاف بسرعه، فبيساله جو عن الاوضاع عنده، لكن الشرطي ما بيكونش مركز معاه وبيطلب من زميلته انها ما تخليش ابي تدخل الاوضه وتشوف اخوها في الحاله دي، وبيقول لها تستعجل الاسعاف علشان يلحقوا الطفل الصغير بسرعه، وبيتقطع الخط. وبيتصل جو على هنري مرة تانية وبيقول له انه عرف انه قتل الطفل الصغير واحسن له يسلم نفسه ويسيب ايميلي ترجع لبنتها مرة تانية. وهنري بيتوتر وبيسأله هل لو سلم نفسه هيرجع للسجن مرة تانية، فبيتعصب عليه جو وبيقول له انه لازم يتعدم بسبب اللي عمله، فبيخاف هنري وبيقفل المكالمة. وبعدها بيجيله اتصال من ريك صاحبه وبيعرفه انه دخل البيت ولكنه شبه فاضي ومليان اوراق وفواتير وورق مخالفات للعربية، فبيطلب منه جو انه يدور في الورق ممكن يوصل لمعلومة تفيدهم، وبيقفل معاه وبيتصل بإيميلي فبترد عليه وهي خايفة جدا. وجو بيطلب منها انها تربط حزام الامان بتاعها وتسحب فرامل اليد بتاع العربية، فبتسمع إيميلي كلامه لكن فجأة بيتقطع الاتصال. وجو بيتصل بإيميلي مرة تانية وبترد عليه وهي منهارة من العياط وبتقول له انها مش عايزة تموت وبتقول ان خطته فشلت. ودلوقتي هنري حطها في شنطة العربية وبتكون خايفة وما بتقدرش تتنفس، وبيحاول جون يهديها وبيطلب منها تاخد اي حاجة جنبها ينفع تضربه بيها. واول ما هنري يقف بالعربية ويجي ينزلها منها تضربه على راسه بكل قوتها وتهرب. وبتنهار إيميلي وبتقول له انها مش هتقدر تعمل كده، ولكن جو بيهديها وبيفضل معاها على التليفون لغايه ما هنري يوقف العربيه وبيشجعها انها تضربه باقصى قوه وبعدها تهرب. فبتبدا إيميلي من شده الخوف انها تهلوس وبتقول ان ابنها الصغير دلوقتي بقى كويس بعد اللي هي عملته فيه، وانها كده ساعدته يبطل عياط، وانه كان بيعيط كتير علشان كان في تعابين جوه معدته، وانها قدرت تخرج التعابين من بطنه وهو دلوقتي بقى احسن وبطل عياط. فبيتصدم جو وبيفهم ان اللي قتل الطفل الرضيع مش ابوه وانما إيميلي هي اللي قتلته، وانها كده مريضة نفسيا. وفي نفس اللحظة دي بيتصل ريك وبيعرفوا ان من ضمن الاوراق اللي لقاها في بيت هنري ايصالات من مستشفى للامراض النفسيه والعقليه، وبيعرفوا ان إيميلي كانت محتجزه فيها بسبب انها بتعاني من الهلاوس السمعيه والبصريه. وبيبص جو على الشاشه وبيعرف ان هنري كان في طريقه للمستشفى علشان يدخل إيميلي فيها بعد ما قتلت ابنهم. وجو بيفتكر كلام إيميلي وهي بتقول انها مش عايزه هنري يحبسها مره تانية، ودلوقتي بس بيفهم ان كان قصدها على المستشفى. وجو بيتصل بهنري وبيساله عن مكان إيميلي، فبيعرفه هنري انها ضربته وهربت. فبيزعق له جو بيسأله عن السبب اللي خلاه يخبي عليه انها هي اللي قتلت ابنه مش هو. فبينهار هنري وبيعرفه ان الشرطة مش هتساعدهم، وده لانهم طلبوا قبل كده مساعدة الشرطة علشان يرجعوا إيميلي للمستشفى ولكن محدش ساعدهم. وبيكمل هنري وبيقول انه ما كانش ينفع يسيب بنته لوحدها وبيخاف لا تكون عملت في نفسها حاجة. فبيطمنوا جو ان الشرطة معاها هي واخوها دلوقتي وانهم دلوقتي في المستشفى. وبيعيط هنري وبيقول له انه ما كانش معاه فلوس يشتري ادوية لإيميلي، وعشان كده إيميلي حالتها ساءت وعملت كده في ابنهم. وجو بيطلب منه انه يهدى ويعرفه مكان إيميلي او اي مكان يكون شاكك انها ممكن تروحه علشان إيميلي حالتها بقت في خطر. وما بيقدرش هنري انه يتمالك اعصابه وبيقطع الاتصال. وبعدها بتيجي مكالمة لجو من إيميلي نفسها، فبيطلب منها انها توصف له المكان اللي هي فيه وهو هيساعدها. وبتنهار إيميلي وبتقول له انها مش عارفة تروح فين، وبتنهار اكتر لما بتشوف دم هنري وبتقول له انها ما قصدتش تعمل فيه كده. فبيهديها جو وبيطلب منها انها تساعده وتوصف له المكان اللي هي فيه. وإيميلي بتوصف له المكان وجو بيبلغ الشرطة بمكانها. وجو بيخاف ان إيميلي تأذي نفسها وبيفضل يترجاها انها تستنى مكانها لغاية ما الشرطة توصل وان بنتها ابي محتاجة لها. ولكن إيميلي مش بتهدى وبتفضل تهلوس وتقول انها هتروح لطفلها وانها مش عاوزة تسيبه لوحده. فبيفهم جو انها عاوزة تموت نفسها، فبيشغلها جو بالكلام وبيحكي لها انه من فترة قتل ولد عنده 19 سنة بالغلط، وده لان الغضب عماه وما خلاهوش يفكر في عواقب افعاله. وبنعرف ان هي دي القضية اللي بيتحقق فيها مع جو. فبتهدى إيميلي وبتسأله عن السبب اللي خلاه يقتله. وفي نفس الوقت ده بيسمع جو صوت عربيات الشرطة وبيعرف انها وصلت لمكان إيميلي، وبيطلب منها جو انها تروح لضابط الشرطة. ولكن إيميلي بتصمم على كلامها وبتقول انها هتروح لابنها وبيتقطع الاتصال. فبيتصدم جو وبيفضل يرن على رقمها ولكن بيلاقيه مغلق. فبيتصل جو على الشرطة وبيطمنوه انهم لحقوا إيميلي قبل ما تنتحر من فوق الجسر، وبيشكروه انه كان السبب في انقاذها. وبعدها بتبلغوا الشرطية ان جات له رسالة من الشرطي اللي كان مع الاطفال، وبيعرفوا ان قدر ينقذ الطفل وانه في المستشفى وبيتعالج. فبيحس جو انه لاول مرة يقوم بوظيفته وينقذ حد. وبيتصل بزميله ريك اللي كان معاه وقت ما قتل الولد بالغلط، وبيطلب منه انه ما يغيرش شهادته علشان ينقذه، وبيطلب منه يقول الحقيقة ويعترف عليه انه هو اللي قتل الولد بالغلط. فبيتخانق معاه صاحبه وبيقول له انه كده
هيتسجن ومش هيقدر يشوف بنته لسنين، فبيعرفوا جو انه مش هيقدر يعيش بشعور الذنب، وبيطلب منه انه يقول الحقيقة وبيقفل الخط. وبعدها بيتصل بالصحفية اللي اتصلت بيه في اول الفيلم علشان تعرف تفاصيل عن القضية بتاعته، ومش بنعرف قال لها ايه بالظبط. ولكن تاني يوم بتبدأ الاخبار تتكلم عن جو وانه اعترف بجريمته وغير اقواله، وبيخلص الفيلم على كده. وخلينا فاكرين ان المحتوى الحلو مش بيستمر غير بالدعم، يعني ما تبخلوش بلايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناة. وسلام.